تصريح خطير من محمد صلاح يفاجئ به يوسف عطال ويفضح فرنسا ويزلزل العالم بهذا الخبر. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت متضامن مع النجم الجزائري يوسف عطال اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد تسجيل محمد صلاح ثنائية في مرمى ايفرتون لم يحتفل لأول مرة بسبب الأحداث التي تجري في فلسطين وهجوم الغرب على اللاعبين العرب. وأدلى محمد صلاح بتصريحات إلى صحيفة التليجرام البريطانية وقال: أنا لم أستطيع أن أحتفل بثنائية إيفرتون وأنا أشاهد الطائرات الإسرائيلية تضرب المستشفيات وتيتم الأطفال وترمل الأمهات، ونحن نعيش في أمان ونستمتع بمباريات كرة القدم. ففي فلسطين أكثر من 2 مليون بني آدم انقطعت عنهم المياه والكهرباء. غير ذلك لم تصل المساعدات حتى الآن إلى قطاع غزة وتدمرها قوة الاحتلال الإسرائيلي بعد وصولها. وهناك لاعبين عرب وخاصة الجزائريين تضامنوا مع القضية الفلسطينية، فكانت عقوبتهم الطرد المباشر من أنديتهم. وقال صلاح: أنا أحيي النجم الجزائري يوسف عطال الذي يصر على موقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعمه للقضية الفلسطينية. ففرنسا حاليا تريد تدمير مستقبله بحبسه مدة 5 سنوات، وذلك لدعمه للقضية الفلسطينية. فيوسف عطال بهذه الكلمات صح الأمة العربية، فهو يدافع وحيدا في فرنسا، لكن كلماته ذبحت فرنسا والكيان الصهيوني بعد أن تعاطف معه العالم كله. وفي النهاية لو أنت متضامن مع يوسف عطال اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.